في الفيديو النهاردة هنروح بتك وهنشوف انواع البوتاجازات اللي موجودة هناك ايه بالاسعار، وكمان ايه الفرق بين كل نوع ونوع، عشان لما ننزل نبقى عارفين مميزات الجهاز اللي هنجيبه، المميزات والعيوب قبل ما نشتريه. يلا بينا وفيديو جديد من اسلوب حياة. مبدئيا بتجيني اسئله بقى فعندها زي افضل جهاز اشتري ايه. الرد على السؤال ده بيختلف جدا على حسب الميزانيه اللي حاططها للجهاز، بالذات في الوقت ده الاسعار كل يوم مختلفه. على حسب الميزانيه انت بتشوف المميزات والعيوب بتاعه الجهاز، وعلى اساس انت بتقرر انت ايه اللي يناسبك. كل واحد فينا مختلف، ايه اللي يناسبه عن التاني. يلا بينا نتفرج على الانواع. اول نوع معانا هو زانوسي. انا هحاول كل نوع هصوره هعمل لكم في الاخر زوم على اسم الموديل والسعر بتاعه. عموما زانوسي الخامات بتاعته ايطالي، بيتميز ان في زانوسي انواع البوتاجازات كتيره جدا والموديلات كتيره جدا. الاول حاجه في الحوامل في نوعين، النوع الزهر والنوع اللامع اللي هو الحديد اللامع. الظهر ميزته ان الحله لما بتقعد على البوتاجاز من فوق انها تتحرك بسهوله، صعب يعني الاتزان بتاع الحلل بيكون على البوتاجاز حلو جدا. لكن عيوب الحوامل الظهر ان هي في التنظيف صعبه، لكن الحوامل اللامعه دي بتكون التنظيف بتاعها اسهل. دي الميزه والعيب بتاعه الحوامل، وده مش في زانوسي بس، ده هنلاقيه في كل الانواع. عموما المميزات بتاعه زانوسي ان فيه بتكون مروحه تبريد، دي بتحافظ على المقابض بتاعه البوتاجاز اللي بنشغل بيها الشعل، وكمان على الازاز بتخليه يعيشوا فتره اطول. كمان في نظام امان متكامل. كمان الشعلات نفسها بتشتغل بطريقه سهله، ان هي بتتلف مره واحده ومنها بنعمل الاشعال الذاتي. في زانوسي هنلاقي الشعلات اللي من فوق في انواع، في النوع الاستريت اللي زي كده اللي هي واقفه، وهنلاقي كمان ممكن نوع مفلطح. الاستريت الحوامل العيون الاستريت اللي بتبقى واقفه دي بتبقى اسهل في التنظيف. لو العين مفلطحه بيبقى تنظيفها اصعب بكتير. يعني هو بصوا الموديلات فيها كتير جدا، يعني في تنوع كتير قوي في الموديلات. عيب زانوسي ان معظم الموديلات بيبقى المجلفن، الاستانلس المجلفن او المط. ده عيبه ان هو بيبقى صعب في التنظيف. يعني اي بوتاجاز بيبقى استانلس اللي هو لامع ده بيكون اسهل في التنظيف من النوع المجلفن. وعموما في زانوسي هنلاقي النوعين، اللامع والمط. بس انا بقول كده كل حاجه ليها ميزاتها وليها عيوبها عشان احنا بنختار نبقى عارفين. العيوب بتاعه زانوسي ان في حاجات فيها خاماتها ضعيفه زي المقابض، الخامات بتاعتها ضعيفه. كمان العمر الافتراضي بتاعه مش طويل، يعني بعد وقت كده من استعمالات بوتاجازات زانوسي بتظهر العيوب مع كتر الاستخدام. كمان من عيوب ان هو الزانوسي كلها اكواد، يعني كل البوتاجاز بكود ملوش اسم، فالواحد يبقى صعب جدا يبقى ده غير فريش مثلا في كل نوع ليه اسم معين، فبسهوله الواحد بيبقى عارف هو بيتكلم على نوع ايه. لكن في زانوسي البوتاجازات عباره عن اكواد كود. كمان عيبه انه العين الكبيره في زانوسي تبقى صعبه التنظيف جدا. اكتر عين صعبه في التنظيف هي العين الكبيره اللي موجود فيها كميه تفاصيل كتيره جدا. والعيب الاخير ان خدمه ما بعد البيع في زانوسي عليها كلام كتير، ان هي مش احسن حاجه في الرد وفي سرعه الاستجابه للصيانه بتاعتهم. نيجي بعد كده هنا بوتاجازات فريش من اكتر الانواع اللي فيها كميه تنوع في الانواع مهوله، انواع كتير جدا. فهنلاقي موجود في انواع فيها الحوامل اللامعه اللي زي دي، وهنلاقي الحوامل الزهر، هنلاقي الستانلس في الاغلب هو الستانلس اللامع في فريش. المميزات بتاعت فريش عموما ان هو اسعاره يعتبر اسعار اقتصاديه، مش الفئه السعريه العاليه. كمان الاشعال في اشعال ذاتي. الشوايه منفصله عن الفرن، يعني ينفع اشغل الشوايه بمفتاح منفصل عن مفتاح الفرن. لكن طبعا لما بشغل الشوايه مع الفرن بلاقي الشوايه طفت. ده في كل انواع فريش، يعني المفتاحين مختلفين، لكن لما بشغل شوايه مع الفرن على طول الشوايه بتفصل. وكمان في ناس بيقولوا لا، عشان الشوايه تشتغل او تستمر
مع الفرن افتحي الباب شويه. لا، الطريقه دي لما بفتح الباب شويه الشوايه بتستمر وشغاله، بس ده بيأثر على المقابض وبيأثر على ايد الفرن نفسها. مع الوقت هتلاقوها باظت من حراره الفرن. كمان مشكله فرش المقابض بتاعته الخامه بتاعتها مش عاليه فبتبوظ مع كتر الاستخدام. عيبه بقى برضو ان قطع الغيار بتاعته غاليه. كمان في انواع العيون بتاعتها بتتسد في بعض الموديلات. في كمان شكاوي ان في المفاصل بتاعه الفرن اوقات كتيره كذا حد باظت منهم المفاصل بتاعه الفرن. خدمه ما بعد البيع مش احسن حاجه في فريش. بالنسبه للفرن اللي اسمه فرن ميتاليك، ده مفهوش شوايه في الفرن. والنوع اللي اسمه فريش بروفيشنال جريليو، ده العزل بتاعه مش احلى حاجه، فبيوصل حراره للمفصلات جامد جدا وبيوصل حراره للمقابض بشكل رهيب. لكن هنلاقي فيه ان اغلب الموديلات هي العيون بتبقى واقفه بالشكل ده، فبتبقى دي طبعا سهله في التنظيف. انا مش عايزه اقول اسم ايه العيون يعني ايه البوتاجاز اللي عيون واقفه، عشان مثلا هنلاقي في فريش بروفيشنال 4 شعله العيون بتاعته واقفه، نفس الاسم في ال5 شعله عيون مفلطحه. فانا بشوف انا حابه شكل العيون ايه، حابه الحوامل تكون مط ولا تكون زهر او تكون لمعه، حابه الاستانلس بتاع الفرن يكون لامع او مط. ده بيختلف زي ما قلت لكم. انا بقول لكم المميزات والعيوب بتاعت كل حاجه، وانت لما حد بتروحوا بتختاروا انت بتشوف ايه اللي بالنسبه لك مفيد احسن. يعني لولا تنوع الموديلات لولا مبارة السلع زي ما بيقول، فكل واحد بيختار الحاجه اللي تناسبه، سواء في السعر، في الشكل، في الشكل اللي بيستريح ليه افضل. والتنوع الموجود في فريش بيساعدنا ان احنا نختار كذا حاجة، بيدينا تنوع جامد جدا في مقاسات، في اشكال، في انواع كتير جدا. بس عموما انا لو حد بيقول لي احسن نوع في فريش لو 4 شعلة، انا بقول فريش بروفيشنال، ده نوع كويس جدا وده اللي انا بستخدمه عندي في البيت. انا عامله له فيديو مخصوص فيه كل التفاصيل وشرحه فيه تفصيله، هيتلاقوا الفيديو مرفوع على القناه. وطبعا عشان هو فريش من اكتر الماركات اللي هي انتشارا في مصر، نفسي اي حد يجربه يكتب لي رايه في الكومنتات، اخباره ايه وايه النوع اللي هو بيفضله وايه النوع اللي هو لو جربه يحب ينصح بيه الناس ان هو ما يجيبش النوع ده. بس عايز اقول لكم بجد عن خبره، يعني بجد هنلاقي ممكن نفس الموديل واحده هتقولك انا معايا كويس جدا، وحد تاني هتقولك نفس الموديل ونفس الماركه ونفس كل حاجه مش كويس معايا. دي بنلاقيها في كل الاجهزه، يعني مفيش حاجه مطلقه. يعني ممكن من نفس الحاجه تطلع فعلا حاجه كويسه، ومن نفس الحاجه تاني نلاقي طالعه من مصنع فيه عيوب. نيجي بعد كده نوع رويال جاز. رويال جاز من اهم مميزاته ان الشعلات بتاعته خامتها ايطالي، بس طبعا عيبها ان هي في الاغلب بتكون مفلطحه ودي بتكون صعبه في التنظيف. الفرن أو في موديلات فيها بيظهر شاشة ديجيتال بيظهر لي درجة حرارة الفرن قد ايه، الفرن مساحته واسعة، التحكم بتاع الفرن والشواية كل زرار فيه منفصل، الخامات بتاعته كويسة. في انواع زي كده حوامل اللمعة دي، وفي حوامل انا هنلاقيها حوامل ظهر. في امان كامل. الازاز بتاع الفرن ازاز الفرن عاكس. العيوب بتاعته ان في اوقات كتير هنلاقي المقابض بتاعه الفرن بتتاثر بدرجه الحراره، صعب في التنظيف، بالذات في العيون الوسطانيه دي بتبقى صعبه في التنظيف، او عموما العيون عشان مفتحه بتكون صعبه في التنظيف. عدم امكانيه ان انا اشغل الفرن والشوايه في نفس الوقت. خدمه ما بعد البيع فيه مش احسن حاجه، ارتفاع ثمن القطع الغيار بتاعته. نيجي بعد كده البوتاجازات يونيون اير. يونيون اير من اهم مميزاته ان الشعلات بتاعته هي غرف احتراق مش مواسير. يعني ايه غرف احتراق؟ يعني لو الاكل وصل نزل فيها المواسير مش هتتسد. وبرضه على فكره في انواع كتيره هنلاقي نظام العيون غرف احتراق مش مواسير، بالذات في الانواع الجديده والحديثه بقيت معظم الشعلات عباره عن غرف احتراق مش مواسير بتتسد بسهوله.
من اهم كمان ميزه في يونيون اير ان هي الاشكال بتاعته ديكوريه، فانا لو عايز شكل ديكوري اشكاله نتفرج مع بعض، اشكالها جميله جدا، اشكال البوتاجاز ديكوري وعصري، اشكاله حلوه جدا. الحوامل الزهر في انواع حوامل زي كده، حوامل زهر حلوه جدا في كمان تثبيت الحل على البوتاجاز. وفي انواع هنلاقي حوامل معدن مطلي كمان في اشعال ذاتي ضمان 7 سنين. في تايمر اظبط عليه الوقت واوقف لو انا عايزه تايمر الاكله بتاعتي يديني الارم كده، في تايمر للوقت. الخامات والمتانه بتاعت الخامات حلوه فيه. العيوب بتاعته يعني شايفين الشكل الديكوري بتاع الذهبي ده، انا قعدت ابص عليه كده شكله ديكوري جميل جدا كشكل تحفه يعني. كمان العيوب بتاعت عموما يونيون اير ان مش كل الشعلات ايطالي، يعني هنلاقي كتير بياعين يقعدوا يقولوا لنا ده الشعلات كلها ايطالي، لا، هي الشعله الوسطانيه بس اللي هي ايطالي. ازاز البوتاجاز عيبه ان هو بيتاثر بحراره الفرن، في مشاكل في تشغيل الشوايه والفرن في نفس الوقت. هنلاقي فيه كذا شكوى في اليونيون اير من الزجاج بتاعه، كذا حد الزجاج كسر معاهم. العزل في يونيون اير مش احسن حاجه، فهلاقي في تسريب في الحراره في يونيون اير عموما. بس الى حد ما هلاقي في انواع منها اسعارها اقتصاديه، مش الفئه السعريه العاليه. وهنلاقي هو اكتر حاجه بتميزه التنوع، يعني اشكاله اشكال جميله وعصريه جدا، فهنلاقي فيه تنوع كتير. يعني هنا مثلا شايفين البوتاجاز ضيق، العيون بتاعته واقفه، فدي بالنسبه لي سهله في التنظيف، والحوامل ظهر، فهنلاقي فيه بيديكي تنوع جامد جدا. طبعا على حسب الفئه السعريه، يعني انا لما بروح انا بشوف البادجت بتاعي قد ايه، بشوف المميزات والعيوب. لو عيوب اقدر مش هتفرق معايا بكون بشتريه او بشتغل بيه. عشان كده دايما بقول اللي يناسبني مش هو اللي يناسب غيري، على حسب البادجت اللي انا نازله بيه. انا ببقى اكون نازله وعارفه ايه المميزات وايه العيوب بتاعت كل حاجه، وعلى اساسها بشتري. يعني شكل البوتاجاز ده يعني شكله جديد، يعني تحسه كده يعني حاجه من الفضاء كده شكل الباب نفسه ديكوري حلو. فبيديني تنوع، يعني التنوع ده بيدي المساحه للشخص اللي بيشتري اختيار كتير يعني. بس هلاقي هنا العيون مفلطحه شويه ما عدا العين الوسطانيه، فيعني ايه كل واحد بينزل بيشوف ايه الموديل المناسب ليه والاي احسن ليه. نيجي بعد كده نوع يونيفرسال اهم حاجه فيه ان هو الخامات بتاعته الى حد ما كويسه، في اشعال ذاتي، في مروحه في الفرن بتوزع الحراره، الجسم بتاعه من الستانلس، وده بيديله ان هو بيبقى سهل قوي في التنظيف، مش النوع المجلفن، فيبقى في الاستعمال العملي هو سهل في التنظيف. في ترموستات بتنظم الحراره في الفرن، في امان كامل. اضاءة الفرن حلوة كويسة، بتنور يعني بشكل كويس، توضح جوه الفرن كويس جدا. كمان امكانية ان انا اعدل الارجل، ارفع اقلل على حسب المستوى في الخاصية دي. العيب بتاعه بقى ان الاشعال الذاتي بيقف بعد الاستخدام بفترة، بنلاقيه كتير اشتكى من الاشعال الذاتي. في شكاوي من بعد البيع، شكاوي خدمة ما بعد البيع عليها كلام كتير في يونيفرسال. في بعض الموديلات في يونيفرسال الفرن مش بتشتغل مع الشواية. كمان في بعض الموديلات هنلاقي الفرن مش بيشتغل اشعال ذاتي. وكمان الشاشة في موديلات فيها في هنلاقي قدام موجود شاشة ديجيتال، دي هنلاقي ارقام فيها بتتمسح اللي انا بظبط بيها درجات حرارة الفرن. نيجي لبوتاجازات بيكو برضو من ميزاتها ان هي الاشكال بتاعتها اشكال حديثة وعصرية، واشكال ديكورية حلوة جدا. الخامات بتاعتها كده هنعلى في الفئة السعرية، خاماتها اعلى في التقفيل والشغل بتاعه. العيون بتاعته من نظام العين الواقفة اللي بتكون سهلة في التنظيف. معظم الحوامل بتاعته حوامل زهر. وطبعا الاشكال بتاعته اشكال حديثة وعصرية جدا. هنلاقي المروحة بتاعت الفرن حاجة اسمها مروحة هرمية، دي بتوصل او بتوزع الحرارة بشكل افضل. بيتميز كمان بيكو ان هو فيه زرار بيتقفل خالص كامان الاطفال، بقفل بيه البوتاجاز خالص في حالة وجود اطفال في المطبخ لو عايزة اقفله.
واكون مطمنه، ده زرار امان جدا. كمان معظم الموديلات فيها شاشه ديجيتال من قدام، دي بعرف بظبط بيها الوقت، اعرف بيها الساعه، وكمان اظبط بيها لو انا عايزه اعمل منبه لاكله معينه او اي حاجه، يديني الارم اعرف بيه الوقت يعني، او الوقت خلص، ينفع اظبط فيها. بيكو مميزاته ان هو ضمان 5 سنين. لكن من عيوبه ان طبعا يعني في شكاوي كتيرة على ان الصيانة بتتأخر فيه. بس طبعا يعني كمان العيب بتاعه هنا اسعاره عالية. لكن طبعا هو كخامات، كفئة يعني كشغل، كتفنيش، كأشكال ديكورية، فيها تنوع كبير جدا، وخاماته من الخامات المحترمة، يعني مش من الخامات الضعيفة او يعني القليلة، لا اللي هو مدينه يعني مكلفينه بمعنى اصح. نيجي بعد كده بوتاجازات وايت بوينت. في هنلاقي انواع فيها الهواء الاستانلس المجلفن او المط، وفي نوع هنلاقي اللامع، وبرضو في الحوامل المعدن المطلية او الحوامل الزهر، في موجود منه النوعين. من مميزاته ان هو مفهوش حواف في التنظيف او في ان هو يجرح، فهو مفهوش حواف في التقفيل بتاعه، دي ميزة فيه. وطبعا مميزاته اشعال ذاتي، الفرن بتاعه واسع. عيوبه بقى ان هو قطع غياره مش متوفرة في السوق كتير. كمان الاشعال الفرن، يعني اما هشغل كفرن اما هشغل كشواية، ما ينفعش اشغل الفرن والشواية مع بعض، ان هما في زرار واحد. كمان الفرن، يعني الزرار بتاع الفرن مفهوش ترقيم، فما ينفعش مثلا انا لو عايز اظبط درجة الحرارة على 180 او 170 او 250 او 220، مش بعرف اظبط لانه المفتاح بتاع الفرن مفهوش تدريج في درجات الحرارة. نيجي بعد كده انواع كريازي. الكريازي طبعا يعني من الانواع اللي منتشرة جدا في السوق المصري، وبالاخص يعني هلاقي على السوشيال ميديا كتير جدا ناس بيشكروا في كريازي، وبالاخص الكريازي القديم، عشان الكريازي القديم الخامات بتاعته اعلى من كريازي الحديث الاجدد يعني. ميزة كريازي ان هو برضو الى حد ما اسعاره مش الاسعار الفئة السعرية العالية جامد. لكن هو العيوب بتاع كريازي الجديد ان هو الخامات بتاعته قلت. يعني هو الخامات بتاعت الكريازي عموما المفصلات والشغل بتاعه هو خامات ايطالية الخامات بتاعته، بس في الانواع الحديثة بتاعته الجودة بتاعت الخامات قلت. لكن برضو هنلاقي في تنوع في الحوامل المعدن المطلية اللي زي كده، وهنلاقي برضو في حوامل الزهر. ولكن من العيوب برضو هنلاقي معظم الانواع بتاعته بالذات الانواع القديمة هي العيون المفلطحة، ودي تنظيفها في التنظيف بتكون صعبة مش سهلة. غير طبعا العيون اللي بتبقى واقفة بتبقى في التنظيف اسهل. وهنلاقي في زرار بيشغل الفرن ويشغل البوتاجاز، سوري الفرن والشواية مع بعض، ده هنلاقيه في الإصدارات الحديثة من كريازي. بعد كده نيجي على نوع اسمه رويال كريستال. رويال كريستال دي من أكتر المميزات فيه إن هو الخامات بتاعته خامات إيطالي، فالخامات بتاعته كويسة. هنلاقي برضو الحوامل بتاعته حوامل زهر، والعيون بتاعته واقفة فسهلة في التنظيف. السطح بتاعه بومبي، مش مفهوش حواف، وده بيبقى سهل في التنظيف. وكمان ان هو مش بيجرح، هلاقي فيه حاجه ان في انواع تاني بنلاقيها الحواف بتاعته بتجرح. رويال كريستال هو شغله بومبي. عيوبه ان المفاتيح والمقابض بتوصل الحراره، فيعني لازم يكون لما بستخدمه بلبس جلافز عشان بتوصل الحرارة المفاتيح والمقابض. نيجي بوتاجازات بريميوم. يعني بحس اكتر حاجة في بريميوم مميزة ان هو شكله كمان عصري، وكمان الظهرية بتاعته مفهوش ازاز، فهو الى حد ما بديل للبوتاجازات البلت ان لو انا عايزة الشكل ضيق كتصميم. العيون بتاعته العيون واقفة. حوامل زهر. المواسير المفاتيح بتكون من النحاس. الفرن واسع وكبير. الخامات بتاعته خامات ايطالي. كمان باب الفرن بيكون من الهيدروليك، وده بيخلي الفتح والقفل فيه بيكون بسهولة. عيوب بريميوم ان هو مفهوش مروحة في الفرن،
كتوزيع حرارة فيه ده مشكلة، وده بيأثر على المدى البعيد على المقابض عشان مفيش توزيع للحرارة. في مفتاح واحد بس بشغل بيه اما الشواية اما بشغل بيه الفرن. دي العيوب والمميزات. الفيديو الجاي هنزل لكم الغسالات بالاسعار الموجودة حاليا في السوق بالانواع وبرضو مميزاتها وعيوبها. فلو انتم مش مفعلين زر الجرس هنا على كلمة الاول، فعلوه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. وكمان تابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، ان اي فيديو جديد برضو بنزل عليه اشعار هناك، فيوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف، ادخلوا تشتركوا وتابعوني لو حابين. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياة. لو وصلت لغاية هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يترفع وتشوف اكتر. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياة. ربنا معاكم.